السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي فن الطبخ. أنا معاكم منى أحمد. النهاردة إن شاء الله هقولك على طريقة تسييح الزبدة ازاي وتعرفي ازاي هي مغشوشة ولا لأ. بس الزبدة دي أنا مش مشترياها، أنا عاملاها في البيت، اللي كنت عاملاها معاكم في القناة لو تفتكروا في الشتاء. وديت كوباية كنت مخزنة قشطة في الكوباية دي اللي هي البني. والقشطة دي أنا بشيلها من على الوش بعد ما بغلي اللبن البلدي، بشيل القشطة تاني يوم واجمعها زي كده وبعملها مع الزبدة تعرفيها ازاي مغشوشة. لو انت خدتي جزء كده من النص، هتقسمي الزبدة من النص وتاخدي منها حتة صغيرة وتدهنيها كده على ايديكي. لو لقيتيها فيها لمعة وانت بتدهنيها كده لقيتيها عاملة زي الكريم، اعرفي كده ان هي سليمة ومش مغشوشة. بس انا حطيتها كده، ده تقريبا يعني كيلو الا ربع عشان انا كنت باخد منها، ما كنتش مسيحاها، فتلاقيها يعني مش كتيرة. ده تقريبا كيلو الا ربع مع كوباية القشطة. والقشطة هنا انا مش يعني ما خضيتهاش عشان تطلع زبدة، لا انا سايباها زي ما هي واخداها من على وش اللبن بس وحطها في الفريزر. فانا حطيتها كده في الحلة. هتخلي بقى النار تكون هادية خالص وتسيحي كده على نار هادية. ودي هنا البطرمانات اللي انا هحط فيها. هتعقميها كده بالمية السخنة، تكون طبعا ناشفة، ما يكونش فيها مية ساقعة عشان خاطر البطرمان ما يطقش معاكي لما تيجي تحطي المية السخنة. هتسيبيها بقى شوية لغاية ما المية تبرد خالص وتنشفيهم تماما من المية، عشان ما ينفعش تحطي السمنة والبطرمان فيه مية. على نار هادية بقى خالص كده عشان خاطر ما تتحرقش معاكي. هتحطيها هي ساحت كده، الزبدة والقشطة ساحوا مع بعض. اهم حاجة بمعلقة باستمرار كده، كل دقيقتين كل 3 دقايق تبصي عليها وتاخدي الجناب كده معاكي بالمعلقة ومن تحت، عشان خاطر الزبدة بالذات وانتي بتسيحيها بتلزق من تحت، فانتي تخلي بالك بقى. والمرتة لما تطلع كتيرة خدي بالك ان هي برضو دي علامة من علامات ان الزبدة مش صافية. فهي لو طلعت قدامكم معايا مرتة كتير، هي بس عشان خاطر انا ما خضيتش القشطة اللي انا حطيتها، فاستقربت وحطيتها مع الزبدة. بس في الاخر هتشوفوا النتيجة هتعجبكم جدا. هي خلاص بدأت ان هي تستوي كده. هي تقريبا خدت معايا من ساعة لساعة ونص على حسب طبعا الكمية اللي انتي بتعمليها. هي طبعا بتاخد وقت ليه؟ لان انتي بتبقي مهدية النار خالص فبتستوي براحتها. طبعا انتي ما ينفعش تعلي عليها عشان خاطر ما تتحرقش معاكي وتخسري كل حاجة. فانتي على قد ما تقدري تخلي النار هادية وتبقي انتي متابعاها كل شوية وما بتغطيهاش، انتي بتسيبيها كده من غير غطا وتفضلي متابعاها طبعا بالتقليب المستمر كده كل دقيقتين او كل 3 دقايق. وتجيبي اللي في الجناب ده عشان دي طبعا المرتة عشان ما تتحرقش معاكي، عشان تنزل تحت طبعا وبتجمعيها. هي كل ما الزبدة بتستوي معاكي وتتحول لسمنة هتلاقيها كده بقت صافية، والمرتة كلها بتتجمع تحت. هتاخد بقى معانا لون ذهبي كده خفيف، وما تغمقهاش عشان انتي لو غمقتيها هتلاقي لون السمنة معاكي بقى غامق، ما بقاش اللون الاصفر الفاتح ده. فانتي تحاولي تخلي المرتة يعني تبقى لونها ذهبي فاتح. انتي حابة ان انتي تغمقيها، ممكن لما تصفيها في المصفى تبقي تعمليها في طاسة كده وتغمقيها شوية. بصي بقى هي كده خلاص استوت. انا هطفي عليها، هسيبها بقى تبرد خالص. بصي لونها تحفة. ودي يعني انا اللي عاملاها، دي انا الزبدة اللي انا كنت عاملاها معاكم في الشتاء لو تفتكروا في الفيديو اللي انتوا شفتوه، لما كنت مطلعة الزبدة من القشطة من الجبنة، ضفناهم على بعض وعملناهم زبدة. انا كنت شايلاه بستخدم منها، وقلت بقى ما دام انا عندي يعني كمية كويسة، قلت اسيحها مع القشطة. انا خلاص كده بعد ما عدى عليها شوية حلوين وهديت خالص. ما تعبيهاش طبعا في البطرمانات وهي سخنة، تحاولي تسيبيها كده تهدى خالص عشان كمان المرتة تتجمع كلها تحت. هتجيبي كده مصفى عشان خاطر لما تحطيها في البطرمان المرتة ما تنزلش في السمنة، تبقى كده المرتة لوحدها والسمنة لوحدها. هتصفيها كده في المصفى. المرتة بقى اللي هتطلع دي يعني مش هنرميها طبعا، هنستخدمها عشان دي حاجة بتبقى طعمها يعني تحفة. بتعمليها بقى ببيض عيون كده او بيض مقلي،
او بتعملي بيها فول، بتبقى طعمها تحفة للي بيعشقوا المرتة يعني وبيحبوها. زي ما انتي شايفة كده هي خدت لون معايا فاتح. انتي بقى لو حابة تغمقيها عن كده تخليها لون دهبي غامق، في نفس الحلة كده تولع عليها بالنار هادية وتقلبيها كده باستمرار. هتضغطي بقى بالمعلقة كده عشان تصفيها طبعا، عشان المرتة دي بتبقى معبية برضو سمنة كتير. هخلص بقى الكمية كده كلها وهوريكم بقى في الاخر السمنة بقت معانا عاملة ازاي. ريحتها بقى طبعا بتبقى قلب البيت، عشان ريحتها بتبقى تحفة. هي زي ما انتي شايفة كده ده صفت معايا بطرمانين، والبطرمان ده تقريبا يعني نص كيلو. التاني ده اكبر منه شوية. انا سبتها في التلاجة كده بعد ما بردت خالص واتجمدت. بصي بقى مرملة، هي طبعا مش باينة قوي في الفيديو، بس انا هحاول برضو ابينها لك. بصي بتعرفي ازاي السمنة بتبقى كويسة من الترميلة بتاعتها. بصي مرملة ازاي في المعلقة، لو تلاحظي لو قربتي الفيديو شوية بالنسبة لك هتشوفي الترميلة اللي في المعلقة. انا برضو عشان زي ما قلت لك الكاميرا عندي مش مظبوطة. وافضل وقت يا حبيبة قلبي تخزني فيه الزبدة الجاموسي او البقري هو في فصل الشتاء، من اول الشتاء لاواخر الشتاء، عشان ده بيبقى افضل وقت، ده الموسم بتاع الزبدة والسمنة البلدي. جربيها وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم. هي كده طلعت معايا بطرمانين زي ما انتي شايفة كده. وحطيها بقى عشان طبعا احنا في فصل الصيف، فانا هحطها في التلاجة وقت ما تحبي تستخدمي منها تطلعي، بس تاخدي بمعلقة طبعا نضيفة. ما تنسيش بقى لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. نتقابل بقى ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في رعاية الله، مع الف سلامة.